بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده يا شباب هنتكلم على درس يخص كل طالب في ثانوية عامة اللي هو دايركت اند اندايركت سبيتش، الكلام المباشر وغير المباشر. الدرس نفسه عبارة عن حاجة اسمها كلام. الكلام عندي كذا نوع. ممكن في حاجة اسمها ستيتمنت، جملة خبرية، إن أنا بديك معلومة مش طالب منك أي حاجة. مثلا أنا النهارده رايح السينما. أنا النهارده رايح السينما دي أنا مش طالب منك أي جواب أو أي استفسار، فدي اسمها ستيتمنت. أو نوعين من الجملة الاستفهامية. في نوع اسمه يس نو كويستشنز، اللي هو السؤال الإجابة عليه يس أو نو. مثلا Do you study English؟ هل أنت بتذاكر إنجليزي؟ فالإجابة المتوقعة يا إما تقول لي يس أو نو، فعشان كده هم سموه يس نو كويستشنز. أو سؤال بيسموه WH questions. يعني إيه WH questions؟ اللي هو السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام. What؟ When؟ Where؟ Why؟ كل أدوات الاستفهام بتبدأ WH ما عدا how بس معانا، فالناس سموه WH questions. وفي الامبيراتيف الجمله الامريه، وفي الريكوست اللي هي الجمله الطلبيه. هبدا باول حاجه اللي هي الستيتمنت، الجمله الخبريه. فهمت الجمله الخبريه؟ كل الموضوع ان شاء الله بالنسبه لك هيبقى كويس. اول جمله بيقول لي she said to Ali I will go to Alex with your brother next week. انت بتقول انا عندي نوعين من الكلام، كلام دايركت وكلام اندايركت. الجمله دي بالنسبه لي دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. اعرف منين؟ يبقى لسه في علامات التنصيص او الاقواس اللي موجوده دي، يبقى ده اسمه كلام دايركت. افهم من كده ايه؟ ان هي دلوقتي واقفه قدام علي وتقول له يا علي انا هروح اسكندريه مع اخوك الاسبوع الجاي. اللي قال الكلام شي، فشي دي اسمها المتكلم. بيتكلم مين؟ بيتكلم علي، فعلي ده انا بسميه المخاطب، الشخص اللي انا بخاطبه او بكلمه. تمام؟ بنقسم الجمله بتاعتي لثلاث مقاطع، الجزء اللي قبل الاقواس والاقواس والكلام اللي جوه الاقواس. الجزء اللي قبل الاقواس ده بيبقى عباره عن say او say to، says او says to، said او said to. في ناس تقول لك الجزء اللي قبل الاقواس ده يا مستر انا ممكن اسيبه زي ما هو او احوله او اسيبه بناء على ايه؟ بيقول لك بناء على تو. لو لقيت كلمه تو جوه جمله بحول، لو هي زي من غير تو بسيبها زي ما هي، اللي هي سي تفضل سي، سيز تفضل سيز، سيد تفضل سيد. طب يا مستر اللي فيها تو انا بنحولها دي حاجه اسمها ستيتمنت، جمله خبريه، فبحولها الى حاجه اسمها يخبر، اللي هي tell عشان ده مصدر، says to tells، said to told. يبقى دلوقتي الطالب حط في دماغه حاجه، ان لو فعل القول اللي هو اللي بره ده لو في تو بحوله، لو ما فيهوش تو بسيبه زي ما هو وانا معترض على الكلام ده. ليه يا مستر؟ قال لك اصل ممكن يبقى فعل القول ما فيهوش تو وبرضه بحوله. ازاي؟ بص جوه يقول لك she said، هي قالت I have helped your sister آية. ترجم كده يا أستاذ. في ناس هتقول لك معناها هي قالت أنا ساعدت أختك آية. أعترض. ليه يا مستر؟ قال لك أصل في قبل آية في كومة، فالكومة دي بنسميها عندنا طالما جاية قبل أي إنسان بنسميها عندنا أسلوب نداء. يا إيه ده؟ ده كده معنى الجملة حاجة تانية خالص. هي قالت أنا ساعدت أختك يا آية. إيه ده؟ يبقى معنى كده هي بتكلم حد ولا ما بتكلمش؟
بيكلم مين؟ آية. فآية دي اسمها المخاطب، الشخص اللي أنا بكلمه. في الحالة دي ست مش هتفضل ست، هحولها إلى كلمة told. ليه؟ قال لك لأن عندي حاجة اسمها مخاطب. فهمتك؟ يبقى سي تفضل سي، سيز تفضل سيز، ست تفضل ست لو ما عنديش مخاطب، مفيش بني آدم جوه جملة بكلمه. يبقى في الاختيارات بالنسبة لك أول معلومة مهمة، لو لم يوجد مخاطب، لو ما عنديش بني آدم بكلمه، فعل القول اللي بره ده بيفضل زي ما هو. فأنا أختار يا إما say أو says أو said، ده لو ما فيش مخاطب. طب لو يوجد مخاطب، لو عندي مخاطب يا مستر، قال لك لو عندي مخاطب الجزء اللي بره ده بيتحول إلى كلمة اسمها يخبر. say to تبقى tell، says to تبقى tells، said to تبقى told. فهمتك؟ يبقى اللعبة كلها مع فعل القول أسيبه أو أغيره ما بيبقاش بناء على to. أمال بناء على إيه يا دكتور؟ في مخاطب أو ما فيش مخاطب. لو عندي مخاطب بحولهم لتل أو تيلز أو told. لو ما عنديش مخاطب أسيبها say، says، said. تعالى كده نشتغل على أول جزء. she said to علي، هنزل she said، احولها ولا اسيبها؟ هحولها الى كلمه told. ليه يا دكتور؟ عشان فيها to؟ قال لك لا، لان عندي مخاطب. يبقى she told علي. ده كده اول جزء بتاع فعل القول. بعد كده عندي الاقواس. الاقواس دي بتقول لي ان ده كلام دايركت، كلام مباشر. انا عاوز احوله الى اندايركت. بعمل ايه؟ زي ما انت عارف ان احنا في الجمله الستيتمنت، الجمله الخبريه، بعمل ايه في الاقواس؟ بنحذف الاقواس ونربط بايه؟ تمام، بذات. فعلا بشيل الاقواس وبحط ذات في الجمله الخبريه. قال لي ويمكن حذفها، يعني ممكن اشيل الاقواس يا مستر واحط ذات، وممكن اشيل الاقواس وما احطش اي حاجه في الجمله الخبريه. عندي بقى سؤال صغير، ليه الناس بتوع الانجليزي اختاروا ذات بالذات كاداه ربط في الجمله الخبريه؟ اشمعنى ما فيش اي اداه ربط ثانيه غير ذات اللي نستخدمها؟ ليه؟ لا، في طالب يقول لي مستر احنا استخدمنا ذات لان جاي وراها جمله كامله، وذات بيجي وراها جمله كامله. مش شرط، ممكن عندي 60,000 رابط بيجي معاه جمله كامله. ليه اختاروا ذات بالذات؟ تعالى عربي، هما الاثنين واقفين قدام بعض، هي بتقول لعلي واقف قدامه، قلت له علي انا هروح مع اسكندريه مع اختك. فالراجل ده ما سمعش، بيقول لي ايه؟ مستر هي بتقول له ايه؟ فلما نيجي نحول الكلام الى اندايركت هقول كده، هي قالت لعلي، لا عاوزك معايا عربي، هي قالت لعلي انها هتروح مع اخوه او الاسبوع الجاي اسكندريه. ايه؟ انها. في كلمه ان بقى جوه الجمله دي يا عم الحاج، الجمله الاصليه ما عنديش. فكنت بتوع الانجليزي قالك بس ده انا كده الراجل قال لي كلمه ان، يبقى لازم اجيب ان. قال لي في الانجليزي دي عباره عن حاجتين، يا اما ذات يا اما تو. طب يا مستر اختار ذات ولا تو؟ استخدم ذات ولا تو؟ براحتك، بس بشرط تبقى عارف ان ذات اللي بيجي وراها كومبليت سنتنس، جمله كامله. يعني ايه جمله كامله؟ يعني سبجكت، فاعل، فيرب، فعل، ده شرط اساسي بعد ذات. انما تو يجي وراها انفينيتيف، فعل في المصدر. تعالى هنا لما انا اجي اشيل الاقواس جاي وراها I will go to Alex، دي عباره عن ايه؟ عباره عن جمله كامله. فعشان كده الناس استخدموا كلمه ذات. طب انت بتقول ويمكن حذفها؟ لان انا ممكن اقول بالعربي كلمه ان وممكن ما اقولش مش هتاثر. مثلا هي قالت لعلي انها هتروح اسكندريه، قلنا ان. ممكن اقول لك ده هي قالت لعلي هي هتروح اسكندريه. ايه ده؟ يعني ممكن اقول ان وممكن ما اقولش. عشان كده ما اقدر استخدم ذات وممكن ان انا احذفها. اظن واضح. يبقى في الجمله الخبريه لما اجي بربط بذات ويمكن حذفها. تعالى بقى نمسك الجمله من جوه. الكلام كان مباشر، هي واقفه قدامه بتقول له انا هروح اسكندريه مع اختك. فالراجل ما فهمش، فبيقول ايه؟ هي قالت لعلي كمل انها. يبقى الفاي دي عايده على مين؟ عليها ولا على علي؟ عليها. يبقى الفاي دي عايده على حاجه اسمها المتكلم. هي هتروح اسكندريه مع
مع اخته. اخته يعني عايده على مين؟ على علي، يبقى يو دي عايده على المخاطب. ايه ده يا عم الحاج؟ ده ممكن الجمله الواحده بيبقى فيها ضمير عائد على المتكلم، ونفس الجمله بيبقى فيها ضمير عائد على المخاطب. طب اعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنقول للطالب ان احنا بنحول الضمائر اللي هي موجوده جوه الجمله حسب المعنى. يعني ايه يا مستر حسب المعنى؟ زي ما انت قلت دلوقتي، هي قالت لعلي انها، يبقى القيد عايد عليها. هتروح اسكندريه مع اخته، يبقى الكلام عايد عليه. مستر مش هعرف اذا كانت عايده على المتكلم او المخاطب. مفيش حاجه اسهل في الانجليزي زي العربي. في عندي 3 انواع من الضمائر. في حاجه اسمها ضمير متكلم، وفي حاجه اسمها ضمير مخاطب، وفي حاجه اسمها ضمير غائب. في الكلام المباشر والغير مباشر مفيش حاجه اسمها ضمير غائب، ما ينفعش اكلم حد مش موجود. فالضمائر كلها بتبقى عايده على حاجتين، يا اما متكلم يا اما مخاطب. تعالى كده، انت لو هتتكلم عن نفسك هتقول ايه؟ انا، اللي هي اي واخواتها ماي، مي، ماين. او لما بتكلم عن نفسي انا وعيلتي هقول ايه؟ هقول احنا، اللي هي وي، اور، اس، اورز. مالهم دول؟ دي اسمها ضمائر متكلم. لو لقيت اي ضمير من دول دايما بيبقى عائد على المتكلم. اي ضمير من دول دايما بيبقى عائد على المتكلم. طب يعني ايه ضمير مخاطب؟ لما اجي بكلم واحد قدامي بكلمه هو، اقول له هو ولا اقول له انت؟ انت، اللي هي يو. قال لك يو واخواتها، يو، يور، يورز. مالها؟ دي اسمها ضمائر مخاطب. يبقى دايما لما بلاقيها دايما بتبقى عائده على المخاطب. فهمت؟ فعشان كده اي تبقى عايده على المتكلم، يبقى عايده عليها هي. تمام؟ يبقى من الاول شي said to بقت تو، حولناها الى تو. ده عشان خاطر تو؟ لا، عشان خاطر في مخاطب. تو ده علي، شلنا الاقواس احط الذات وممكن احذفها. الاي هنا بقى دايما بتبقى عايده على المتكلم، والمتكلم هو شي، يبقى عايده عليها فتبقى شي. اهم نقطه جوه بقى الدرس، لما اجي دلوقتي اخش على اي تنس اي زمن بعمل ايه؟ قال لك لما بتيجي تخش على الزمن عينك بره على فعل القول اللي هو ماني. لو لقيته say, says, say to اللي هو مضارع، وممكن اقول said او said to الاقيه ماضي. يفرق؟ لو لقيت فعل القول اللي بره said, told, said to يعني فعل القول ماضي، يبقى دايما اي زمن جوه بجيب الماضي بتاعه. ايه؟ بره لو لقيت فعل القول ماضي، اي فعل جوه هات الماضي بتاعه. ما تنساش الكلمه دي، بره ماضي جوه ماضي. يعني ايه يا مستر؟ بره لقيت سيد، بره لقيت طول، وجوه مثلا بريزنت سمبل مضارع بسيط، احوله الى ماضي بسيط. طب مضارع مستمر، ماضي مستمر. مضارع تام، ماضي تام. اي زمن بجيب الماضي بتاعه. يبقى الازمنه بسيبها ولا بغيرها؟ بغيرها. قال لك تتغير الازمنه، وانت فهمت يعني ايه بغير الازمنه؟ يعني بجيب الماضي بتاع الزمن اللي موجود. امتى؟ لو كان فعل القول ماضي. مستر اغير الزمن بس لو كان فعل القول ماضي؟ لا، ده انا بغير الزمن وبغير كمان الكلمه الداله على الزمن، ذا كي وورد. الكلمه الداله بغيرها طالما كده كده غيرت الزمن. مش فاهمك؟ تمام؟ احنا قلنا شي توم ده عايز ذات، الاي عايد عليها بقت شي، عينيا بره. انت يا ست مضارع ولا ماضي؟ ماضي. يبقى اي زمن جوه اجيب الماضي بتاعه. لقيت ويل، ايه الماضي بتاعها؟ وود، يبقى انا حاطط وود. طب جو هتبقى؟ لا مش وينت، ما هو بعد ويل او وود كان او كود شال او شود بيجي انفينيتيف مصدر، يبقى هتفضل جو زي ما هي. في مشكله؟ طب افرض جوه لقيت is مثلا is going تبقى was going، لقيت جوه has played تبقى had played. اي زمن بجيب الماضي بتاعه بس بشرط ان فعل القول يبقى ماضي. يبقى would go to Alex، كمل عادي. with هي كانت بتقول له your brother اخوك، يبقى الكلام عايد عليه هو، يبقى اخوه his brother. طب يا مستر نيكست ويك هسيبها بس شويه وهرجع لها لوحدها. في اي مشكله؟ تعالى بقى بص الجمله اللي هناك اللي كتبتها في الاول. She said I have helped your sister آية.
انا ساعدت اختي يا ايه، يبقى ايه هنا هي المخاطب بتاعي. اشتغل ازاي يا دكتور؟ هنزل شي سد، هسيبها سد؟ قال لي لا. ليه؟ لان عندي مخاطب. يا مستر ما هو ما فيش تو، احنا اتفقنا ان انا بحولها لو في مخاطب، فسد هتبقى told. told مين؟ told ايه. جبنا ايه بقى؟ قابلني بعد كده الاقواس عشان لو احط ذات وممكن ما احط ذات. الاي اتفقنا ان دايما اي واخواتها عايده عن المتكلم، هي اللي متكلمه فهتبقى شي. ابص بره، انت يا سلمى مضارع ولا ماضي؟ قالت لي انا ماضي، يبقى اي زمن جوه اكيد الماضي بتاعه، يبقى هاف هتبقى هاد. هيلب هي بتقول لها اختك، يبقى الكلام عايد على ايه فتبقى اختها هي سيستر. وفي الاخر خلصنا. ده كده اول جزء في الدايركت والدايركت، بس انا هبدا انكش على اول معلومه اتكلمت عليها اللي هي لو يوجد مخاطب او ما فيش مخاطب. تعالى كده جمله، انت عندك الاغلبيه بيبقى تشويس. بص الجمله دي، شي نقط علي had traveled abroad. ركز معايا كويس. وجاب لي في التشويس said to told. اختار ايه يا دكتور؟ اولا said to دي ابعد عنها خالص، ما تختارهاش الا لو كان عندي مخاطب وكانت لسه علامات التنصيص او الاقواس موجوده. هل عندي علامات الاقواس موجوده؟ لا، يبقى said to باي باي. طيب اختار يا مستر said ولا؟ فانا عندي كده كلمه said ولا told؟ لا احنا قلنا said to مش هينفع الا بيبقى في علامه تنصيص. فالطالب يقول لك بس يا مستر انا عندي علي ده البني ادم اللي هو بيكلمه. فهنا وقفه كبيره. اولا الراجل هل لسه في اقواس؟ لا، يبقى معنى كده المفروض ان هو حذف الاقواس. يا مستر ده ما ربطش بذات، ما احنا قايلين ان انا ممكن اربط بذات وممكن احذفها. طب انا هعمل ايه؟ انا بقى هحط عندي جوه جمله كلمه ذات. ركز معايا قوي. ليه يا مستر عاوز تحط ذات جوه الجمله؟ قال لك اصل ذات دي هي اللي هتبين لك اذا كان في مخاطب او ما فيش. ازاي؟ قال لك لو لقيت قبلها بني ادم ظهر يبقى ده اسمه مخاطب، في الحاله دي اختار told. لو ما لقيتش يبقى ما فيش مخاطب فاختار said، بس بشرط كلمه ذات يا دكتور لازم يجي وراها جمله كامله. ايه معنى جمله كامله؟ يعني subject فاعل وفيرب وفعل. تعالى احنا بقى نجرب نحط كلمه ذات. بص يا دكتور مثلا هجرب احط ذات بعد علي هنا. ادي ذات. بص لو حطيتها بعد علي ايه اللي جاي وراها؟ هل ده فاعل؟ لا، يبقى مكان كلمه ذات هنا جوه الجمله غلط. طب اعمل ايه؟ نجربها قبل علي. ادي ذات بعدها علي ده السبجكت، وبعد كده ده الفيرب. يبقى كده مكان كلمه ذات مكانها صح. تعالى بقى بعينيك، هل ظهر قبل ذات في بني ادم ظهر بكلمه؟ لا. طالما ما ظهرش حد يبقى ما عنديش مخاطب، ولو ما عنديش مخاطب بختار say او says او said. يبقى في الجمله دي لازم اختار said. بص كمان جمله، she نقط احمد she would visit مي، انها تزورها. وجاب لي نفس الاختيارات said to told. اتفقنا said to لازم علامات تنصيص. طب في الجمله دي هل في مخاطب ولا ما فيش؟ ما اعرفش. هجرب احط ذات. مثلا هجربها قبل احمد. تعال نشوف. ادي ذات بعدها احمد ادي سبجكت فاعل، بعد كده شي ايه ده؟ فاعل تاني. طبعا ما ينفعش ان الجمله يبقى ليها فاعلين، يبقى المكان ده غلط. طب اجربها بعد احمد. ادي ذات بعدها شي فاعل، وبعد كده وود فاعل، يبقى المكان ده صح. تعال بقى نشوف هل ظهر اي حاجه قبل ذات؟ في احمد، يبقى احمد ده اسمه المخاطب، يبقى انا عندي مخاطب جوه جمله فاختار كلمه told. واضح؟ نقولها بطريقه ثانيه. لو مفيش في الجمله ذات ولو لقيت بعد النقط على طول فاعل وفعل يبقى كده مفيش مخاطب.
انما لو لقيت بعد النقط تو سبجكتس فاعلين زي احمد وشي، يبقى معنى كده ان في واحد منهم مخاطب، يبقى لازم اختار كلمه told. في اي مشكله؟ تعالى نرجع بقى للكلمه اللي انا سبتها اللي هي next week. next week دي بقى الكيورد. اتفقنا تحت ان انا بغير الازمنه، ومعنى بغير الزمن يعني بجيب الماضي بتاعه. امتى يا ابن الناس؟ لو كان فعل الدور ماضي، وطالما غيرنا الزمن يبقى لازم اغير الكلمه اللي بتدل على الزمن. يعني مثلا كلمه اسمها ناو، وهقول طبعا سامعك بس اعرفك دلوقتي ثواني. مثلا yesterday، last، واي مده، tomorrow، next، واي مده. انا هقول لك بس دول الاهم دلوقتي، وفي طبعا تاني. قبل ما اقول لك ايه تحويلهم، يعرف بس كل زمن من دول بيدل على ايه. قال لي نعم بيدل على حاجه اسمها present continuous، مضارع مستمر، اللي هو بيتكون من am، is، are، verb ing. طب yesterday ولast واجو، قال لك دول بيدل على الباست سمبل، الماضي البسيط اللي هو التصريف التالي للفعل. طب tomorrow، next بيدل على الفيوتشر. وركز حاجه ان الفيوتشر ممكن كذا تكوينه. ممكن كان اصل الجمله will infinitive، او am is are going to، او الاهم كنا واخدين في الفيوتشر حاجه بتعبر عن حاجه اسمها full arrangement، ترتيب كامل. كنا بنستخدم البريزنت كونتينوس am is are verb ing. طيب ده الزمن نفسه. انت بتقول طالما هغير الزمن يبقى هغير الكي وورد لكلمه داله. ايه تحويل كلمه ناو؟ then. عاوز تقول يا مستر، عاوز اقول لك يا ابن الناس ان الراجل ممكن يلعب معاك لعبه صغننه. ايه هي؟ جمله زي دي، يقول لي احمد told آية that he not his aunt مثلا there، ويجي لي بقى في الاختيار had visit، would visit، has visited، was visiting. واحدة واحدة. أولاً أنا عندي told في زمن الماضي، يبقى طالما بره الماضي يبقى لازم الاختيار بتاعي يبقى ماضي. نمسك الاختيارات واحدة واحدة. had ماضي، ده ممكن تنفع. would ماضي، ممكن تنفع. has present مضارع، يبقى أنت مش تنفع. was ماضي، يبقى ممكن تنفع. يا نهار أبيض، ده جايب لي 3 اختيارات ماضي. في الحالة دي لازم يديك كلمة دل. لقيت عندي كلمة then، أختار إيه من دول؟ صح؟ تعالى بقى نرجع. then في التفكير بقى كطالب، then انت كان اصلك now، وناو اللي هو بيتكون من am is are verb ing، يبقى لازم اجيب الباست بتاعه الماضي بتاعه اللي هو was aware verb ing. يبقى في الحاله اللي فيها كلمه then لازم اختار was visiting. طب yesterday ولast قال لك تحويلهم سهل، بيبقى اي باست اي ماضي بيبقى زي البيريود المده اللي عندي، وبعد كده كلمه before، او the previous اللي هي السابق، وبعد كده البيريود المده. قصدك ايه؟ يعني مثلا last week بتبقى the week before، او the previous week. last month the month before. طب yesterday المده قد ايه؟ دي يوم واحد، فتبقى the day before. طب مثلا لقيت كلمه previous، لقيت كلمة before، يبقى لازم اختار الماضي بتاع ده. بجيب الماضي الأعلى من الماضي البسيط اللي هو الباست بيرفكت، ماضي تام. ماضي تام اللي هو بيتكون من had والباست بيرفكت. يبقى لو في الجملة دي في كلمة the day before يبقى لازم اختار had visited. طب tomorrow ونكست ايه تحويلها؟ هما 3 تحويلات اللي الأهم. tomorrow تبقى the next والمدة اللي عندي، أو the following والمدة اللي عندي. مثلا next week the next week،
next month the next month او the following month. طب tomorrow، طب ما tomorrow بالمده يوم تبقى the next day. طب لو لقيت يا مستر كلمه the next او the following اعمل ايه؟ اختار اي past اي ماضي من حاجه من دول. ممكن اختار الماضي بتاع will اللي هو would والانفينيتيف، او اختار الماضي بتاع am is are اللي هو was او were والفيرب ing. طبعا في تحويلات تانية، في حاجه اسمها دي او this is my pen. كده انا بتكلم عن حاجه مفرد قريبه بالنسبه لي، لما بحولها للاندايركت بحولها لكلمه اسمها ذات اللي هو هذا البعيد. طب معايا كذا قلم او these بالتحويل بتاعهم those. طب انا بتكلم بقول انا واقف here هنا، لما اجي بحولها الى there هناك. كده ده الدايركت والاندايركت في الجمله الخبريه. بس عندي معلومتين سرعه. انت بتقول يا مستر ان انا بحول الازمنه لو كان فعل القول ماضي، طب امتى ما احولهاش؟ طبيعي ما احولهاش لو كان فعل القول مضارع او حاجه كمان. لو الجمله بتاعتي بتعبر عن فاكت حقيقه، مثلا the teacher said المدرس قال water boils الميه بتغلي at 100 سلسيوس عندي 100 درجه. المدرس قال ان الميه بتغلي عند 100 درجه. نتوقع مثلا المدرس ده جالنا السنه اللي فاتت قال لنا الميه بتغلي عند درجه 100، تمام؟ طب جالنا السنه دي هيقول لنا الميه ايه؟ بتغلي عند درجه 100. طب جالنا السنه الجايه هيقول لنا الميه بتغلي عند درجه 100. دي اسمها فاكت. ففي الحقائق الزمن ما بيتغيرش. يعني نقول ذا تيتشر said، ممكن اشيل الاقواس واحط ذا، ممكن ما احطش، ونفس الجمله هتبقى زي ما هي water boils at 100 سلسيوس. طب مستر انا بيجي لي تشويس، بيجي لي اختيارات. قال لك لو لقيت الجمله بتاعتك بتعبر عن فاكت ما ينفعش اختار غير زمن واحد بس. ايه هو؟ البريزنت سيمبل، المضارع البسيط اللي هو مع السنجولار المفرد بنحط اس او اس او اي اس، مع البلورال بيبقى الفعل انفينيتيف. يبقى لو الجمله بتعبر عن فاكت حقيقه لازم الاختيار بتاعك يبقى بريزنت سيمبل مضارع بسيط. دي اول حاله ما بغيرش فيها الزمن. الحاله الثانيه لو كان فعل يكون في زمن البريزنت، اي بريزنت بقى، بريزنت سيمبل بريزنت بيرفكت، ما بغيرش الزمن. وحاجه كمان قال لي يا مستر لو لقيت كلمه سد، ايه ده سد ماضي، ده انت لسه بتقول لنا ان سد بتخلينا نغير الزمن. قال لك بس هتلاقي لازق فيها وراها على طول كلمه جاست ناو، حالا. ايه؟ هو قال حالا، يعني قال امتى؟ قال دلوقتي، يبقى الكلام اكنه بريزنت مضارع. قال a short time ago، منذ وقت قصير. قال a moment ago. قال لك لو لقيت اي كلمه من دول بعد كلمه سد بتخلي كلمه سد اكنها بريزنت مضارع، فالزمن مش هيتغير. يبقى كده ده اول حاجه في الدايركت والاندايركت اللي هي الجمله الستيتمنت، الجمله الخبريه. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله رب العالمين هكمل معاكم بعد كده في الجمله الاستفهاميه، وان شاء الله يبقى الموضوع بسيط بالنسبه لكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.